في هذا الفيديو غادي نشوفوا القصة والمسيرة ديال اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله. في هذا الفيديو اللي غادي نغوصوا في الحياة ديال واحد من أكثر اللاعبين المغاربة اللي داروا الجدل وعاشوا الصعود والهبوط والعودة القوية. اللاعب عبد الرزاق حمد الله من الشوارع ديال مدينة أسفي حتى القمم في الدوري السعودي، ومن انتقادات حتى الرجوع للمنتخب الوطني المغربي. القصة فيها التحدي والعناد والرغبة ديال الإنسان باش يثبت راسو مهما الواقع. عبد الرزاق حمد الله تزاد في مدينة أسفي في واحد العائلة اللي هي بسيطة وصغيرة. كان ديما كيعشق كرة القدم، كيخرج يلعب في الأحياء، وكانت عنده واحد القوة في العزيمة اللي كتخليه يبقى يتدرب بوحده بالساعات. قبل ما يبان الاسم ديالو في الملاعب كان غير واحد من ولاد الحومة اللي كيحلموا يوصلوا. في الصغر ديالو ما كانش لاعب سريع بزاف، لكن كان ذكي وكيعرف فين غيتحط، وعنده واحد الإحساس اللي هو غريب مع الشبكة. أي فرصة صغيرة كيحولها لهدف. هاد الميزة غادي تكون هي المفتاح اللي غادي يبدل حياته كاملة. أولمبيك أسفي المدرب شافوا فيه شي حاجة مختلفة، بدا كيبدع بالأهداف ديالو الشاب، وكيحسم المقابلات وكيخلق النقاش شكون هاد الولد. مع الوقت ولا الجمهور كيتسناه لأنه كان كل مرة كيطلع وكيبان أفضل من قبلنا. غادي يبدا عبد الرزاق حمد الله الطريق ديالو الاحتراف الحقيقي، وبدا كيحلم باش يولي واقع. من أولمبيك أسفي اللي غادي يمشي الفريق في الدوري النرويجي. بزاف ديال اللاعبين كيتصدموا لانه في النرويج البرد واللغه والضغط، لكن الحمد لله قدر باش يفرض راسو وكيسدد ديمارك اللي خلى الجمهور يعجب به بسرعه. من بعد ما غيمشي الدوري الصيني، وهنا الارقام غادي تبدا تكبر. في الدوري الصيني كان واحد المرحله اللي كتعلم فيها بزاف، واللي زاد طور من راسو خصوصا في الحسم داخل المنطقات العمليات اللي بدا كيتحول لآلة ديال الاهداف. لكن في اللحظة اللي غادي تغير فيها كل شيء هي فين غيمشي عبد الرزاق حمد الله للدوري السعودي والفريق النصر. هنا اللي غيخرج الوحش والقناص. حمد الله ولا ماكينة ديال التهديف اللي كيحطم الارقام والكيعيش افضل مواسم في المسيرة ديالو. دار رقم قياسي وتاريخي في الدوري السعودي، اهداف ما كانوش كيجيو حتى من نجوم عالميين. جمهور النصر ولا ديما كيغوت بالاسم ديالو عبد الرزاق حمد الله في كل مباراة. والصاروخ في العقوبة اللي قوي بين رجليه وذكي في المركز اللي خلى العالم العربي كامل باش يهضر عليه. اللاعبين المحليين مشجعين لكل شيء كان كيشوف فيه واحد من اقوى المهاجمين اللي مروا في الدوري السعودي لحد الساعة. ولكن رغم هذا الشيء كامل ما كانش كل شيء سهل. الشهرة كتجي معاه بالمشاكل، مشادات، اصابات والانتقادات والحوايج الشخصيه اللي عمرنا ما عرفنا التفاصيل ديالها بزاف. ما قدروش يفهموا الشخصيه ديالو لانه كان واضح ومباشر، ما كيخافش يقول لا. هادشي اللي خلق عليه صوره ديال اللاعب الصعب. لكن في الحقيقه بزاف ديال المقربين كيقولوا ولد هادئ وكيخدم بزاف غير ما كيتحملش الظلم. ومن بعد ما خرج من النصر بزاف ظنوا ان المسار ديالو غادي يهبط، لكن لا، رجع للمملكه، لكن هاد المرة الاتحاد السعودي. ومرة أخرى بدا كيبين أنه مازال مسالاش، وهنايا غادي يحسن في المقابلات اللي كيلعب واللي غيخلي الفريق واقف على رجليه في المواعيد الكبرى. أكبر جدل في المسيرة ديال عبد الرزاق حمد الله كان في المنتخب. بزاف ديال السنين وهو برا ديال القائمة ما كانش كيتنادى عليه ولو باختلاف المدربين، وداك الشيء اللي خلق نقاش كبير في الجمهور اللي كتقول خاصو يلعب، وآخرين كيقولوا لا بلاش ما خاصناش. لكن في الاخير عبد الرزاق حمد الله غادي يرجع للمنتخب، غادي يرجع بالقميص الوطني المغربي في الوقت اللي بزاف ديال الناس ما كانوش متوقعينه باش غادي يرجع بهذا الحماس الكبير وبالعقل اللي ناضج والخبره ديالو وبالروح الوطنيه اللي واضحه. عبد الرزاق حمد الله ماشي اللاعب اللي كيعيش على الاعجاب ديال الناس، بالعكس كيعيش على التحدي، وكل مرة كيطيح كيرجع، وكل مرة كينتقدوه كيسكت، لكن كيبين لهم وكيجاوبهم في الميدان. وبسبب هذا الروح بقى الاسم ديالو حاضر في العالم العربي بالكامل. القصة ديال حمد الله ماشي غير قصة ديال اللاعب، لكن القصة ديال الانسان اللي بدا من والو ودار اسم كبير وواجه الصعوبات، وباقي كيبين ان الاراده كتغلب على اي حاجه. من أولمبيك أسفي من المغرب النرويج والصين ثم السعودية اللي دار فيها كارير كبير ودار مستوى كبير اللي تشهر بالاسم ديالو باللعب ديالو القناص. واش انت من المعجبين ديال الشخصية ديال حمد الله؟ واش كتشوف ان من بين افضل المهاجمين العرب في اخر 10 سنوات الاخيرة؟ خليوا لي رأيكم، أراكم في التعليق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.